اليوم نصطحبكم في مدينة حول العالم إلى بروكسل، المدينة التاريخية التي صممت في الماضي لتلائم حضارة القرن ال21 بتصاميمها الدقيقة وتخطيط مبانيها المثير للدهشة، مما جعلها المدينة المخترقة لحاجز الزمان وقلب أوروبا النابض بألحان أشهر عازفيها. بروكسل، القرية التي يعود تاريخها إلى القرن العاشر الميلادي، حتى نمت وازدهرت لتصبح عاصمة لبلجيكا والاتحاد الأوروبي وأهم المناطق السياحية في القارة العجوز، ووجهة من الوجهات المفضلة لزائرها. تحتوي بروكسل على عدد كبير من المعالم السياحية، فتنتشر فيها الميادين والحدائق والمسارح، كمسرح دي لامونيه ومتحف الآلات الموسيقية، والمتحف الملكي البلجيكي للفنون الجميلة، والذي يعد من أشهر متاحف بلجيكا، ومن المقاصد السياحية الهامة لمحبي التاريخ. كما توجد في بروكسل العديد من المزارات والمجسمات التي تزين جنبات المدينة، كنصب فرقة المشاة ومانيكان بيس، بالإضافة إلى المباني الشاهقة التاريخية والحديثة التي تنتشر في المدينة، كمبنى المجلس البلدي والأبراج الزجاجية الدالة على امتزاج الحضارة بالعراقة في بروكسل. لقناة ديوان، يوسف عبد الله.